في 12 مارس سنة 1891 نشرت صحيفة المؤيد المصرية خبر عبارة عن شرح لحيثيات قضية كان سعد زغلول بيترافع فيها. بيقول كاتب الخبر اللي هو في الأغلب هو رئيس تحرير جريدة المؤيد نفسها على حسب ما فهمت من الكلام، بيقول إن أول ما حكم محكمة الاستئناف الأهلية صدر بعد الجلسة اللي ترأسها محمود خيرت في القضية اللي رفعتها النيابة العمومية بخصوص اللي تم اتهامه فيها من طرف وكيل مديرية المنوفية، جاله كتير من الخطابات والتلغرافات بتهنيه على عدالة القانون اللي اتطبقت عليه، وكمان طلبوا منه انه يوضح تفاصيل الاتهامات. فبعد ما شكرهم على اهتمامهم بدأ يشرح خلفية الأحداث. فبيقول انه لما كان في شبين الكوم عرف ان في راجل اسمه محمود طبر البر قدم تظلمات كتيرة لوزارة المالية، والتظلم كان بسبب مرسى معدية شبين الكوم، وتم تقديمه في جلسة برئاسة وكيل المديرية. وهنا الكلام عن المتهم كاتب الخبر عملا بوظيفته كتب في واحد من الأخبار اللي نشرها إن أول ما بلغت مديرية المنوفية نظارة المالية بمرسى مزاد معدية شبين الكوم على شخص اسمه سراندو في جلسة كان وكيل المديرية هو رئيسها، اتقدمت اعتراضات كتيرة بعدم صحة إجراء المزاد. وكمان قال في الخبر إنه هيكتب كل جديد في المسألة دي. هنا بقى بيشرح المتهم إن لما وكيل المديرية قرأ الكلام ده فهم منها إنه بيتم قصفه، فغضب غضب شديد وقدم بلاغ للنيابة العمومية بيطلب محاكمته وكمان محاكمة الشخص المشتكي. فلما ملقاش عضو النيابة في المحكمة الجزائية في شبين الكوم وجه حق في إقامة الدعوة، غضب وكيل المديرية أكتر ورفع تقرير لوزارة الحقانية وكمان للنائب العمومي، وقال في تقاريره إنه بيتظلم من عدم رفع الدعوة في محكمة شبين الكوم، وكمل وقال إن ده بيزود جبروت المكاتب عتوا وهيزود تطاوله. وهنا في الأغلب المقصود الشخص اللي كتب الخبر إنه هيزداد في تطاوله. وبيكمل المتهم إن في الجلسة الابتدائية اتحكم عليه بالحبس لمدة شهر فاستأنف الحكم، وفي الوقت ده تم تعيينه وكيل عام للجريدة، وإن الوظيفة الجديدة بتاعته بتقتضي منه إنه يسافر جوه البلد، فاضطر إنه يبعد شوية عن شبين الكوم لغاية ما يتم تحديد جلسة الاستئناف. وترأس الجلسة دي القانوني بليغ بك. وهنا قام المتشرع سعد زغلول، وهنا المتشرع معناها المحامي، قام بشرح معنى الجرايد وشرح وظيفة مكاتبيها ووكلائها. وهنا بيوصف المتهم بأن شرح سعد زغلول كان شرحا كافيا ببلاغته المعهودة وقوة بيانه المشهود بيها. وبيختم الخبر بأن بعد المرافعة الخاصة بسعد زغلول أصدرت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي.